القهوة حرام زي الخمرة بالظبط. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. كل حاجة بتذهب عقل الإنسان حرام شرعا، بس هل القهوة فعلا بتأثر على عقولنا لدرجة إنها تكون سبب في موت 10,000 شخص؟ تاريخ القهوة غريب جدا لدرجة إنك مش هتصدق إن كل البلاوي دي تحصل بسبب فنجان القهوة اللي النهاردة انت بتشربه، بعيدا عن كل الحوارات اللي هحكيها لك دلوقتي. من 500 سنة وأكتر، وتحديدا في فترة الحكم العثماني، القهوة كانت سبب جدل كبير، وخصوصا في مصر. الموضوع بدأ من الأزهر الشريف اللي كان بيجيله من كل دول العالم طلاب للعلم، وخصوصا من اليمن، وكان متلاحظ ان الطلبة اليمنيين من ضمن أكتر الطلبة شطارة وتفوق، وده بسبب سهرهم وعدد الساعات اللي كانوا بيقضوها في المذاكرة. وده كان بسبب مشروب غريب شوية عن الشارع المصري وقتها، لونه اسود وليه ريحة مميزة. وطبعا المشروب ده زي ما انت توقعت، القهوة. وابتدى المشروب اللي هو القهوة ينتشر ما بين الناس، وتظهر أماكن مخصصة بتقدم بس المشروب ده، وهي القهاوي اللي كانت موجودة بس باسم مختلف، اللي كانت بتقدم مشروبات زي الحلبة والكركديه وغيره. المهم ابتدى يكون في تركيز مع القهوة، وعلماء الدين يختلفوا هو ده حرام ولا حلال، على اعتبار انها بتأثر على العقل. وطبعا رجال الدين المتشددين رفضوها تماما، وكمان حرموها واعتبروها زيها زي الخمرة بالظبط، وان لعن الله حاملها وشاربها وشاريها. للدرجة دي ده عدد كبير جدا من الناس اقتنعت بانها حرام، وبدأوا يبعدوا عنها علشان ما ياخدوش الذنب ده. لحد ما في يوم من الايام في واحد راح عشان ياخد فتوى من مفتي الديار بتقول هي القهوة حلال ولا حرام يا مولانا. وكان وقتها مفتي الديار الشيخ احمد السنباطي، اللي ما ترددش وافتى بتحريمها تماما زيها زي الخمرة. وحصل جدل وقتها ما بين مؤيد ومعارض، وخصوصا اللي بيتاجروا فيها واللي بيشربوها. وتمشي الايام لحد يوم خطبة جمعة، طلع خطيب على المنبر واتكلم باسلوب قاسي جدا، ويقول ازاي في ناس لسه بتشرب القهوة رغم ان المفتي افتى انها حرام شرعا، وانه تعامل معاها معاملة الخمر، وخصوصا انه مش مفروض المفتي يتخالف في اي فتوى يقولها، وفي وقت زي وقت الدولة العثمانية اللي كان مفترض انها دولة الخلافة الاسلامية، ومحدش بيراجع المفتي في قراره ولا حتى السلطان. ومن اكتر سلاطين الدولة العثمانية كرها للقهوة هو السلطان مراد الرابع، اللي بسبب خوفه منها واعتباره ان القهوة مشروب شيطاني وبيحرك الناس على كرهه، امر ان كل اللي هيشرب قهوة هيتقتل فورا، وعمل لجنة مخصوص تراقب الشوارع. انتوا متخيلين؟ وتتأكد ان مفيش حد بيشرب قهوة. وراح ضحية فنجان القهوة اكتر من 10,000 بني ادم. بعد خطبة الشيخ دي الناس اتحمست جدا، وخرجوا بهتافات ضد القهوة، ودخلوا القهاوي والمحلات والمخازن بتاعتها كسروها. وحاولوا التجار واصحاب القهاوي يرجعوا المفتي عن الفتوى دي بحجة انها مش بتأثر على العقل بالسلب، بس هو رفض حتى النقاش. وخرجوا من عنده مقررين انهم مش هيوقفوا شغلهم في القهوة، وده شيء عصب المفتي جدا، وقرر يبعت لكل العلماء اللي مؤيدين للفكرة دي اللي بتقول بتحريم القهوة. وخرجوا وقتها في مظاهرة كبيرة جدا، وخرج ضدهم القهوجية وتجار القهوة، وبدأ يبقى فيه ضرب بجد. ووسط كل ده يقع واحد من القهوجية قتيل، وطبعا المفتي وقتها خاف وقام جري على اقرب مسجد واستخبى فيه من القهوجيه، والقهوجيه راحوا حاصروا المسجد بالكامل. بس محدش طبعا دخل المسجد احتراما لحرمته، بس للاسف مات من القهوجيه 2 تانيين، فاتعمل صوان كبير علشان العزا بتاعهم. واعلانا لرفض الفتوى دي والنتائج اللي وصلنا ليها، التجار عندن في المفتي والدوله اللي حرمت القهوه وزعوا على العزا كله قهوة بالمجان. واتعزل المفتي بسبب البلبلة اللي حصلت، وتعين مفتي غيره اللي أول حاجة عملها قال إن القهوة مش حرام، وإنها مش ممنوعة، وإنها لا تعامل معاملة الخمر. وده كان سبب فرحة كبيرة جدا في الشوارع المصرية. وطبعا تأكيد السلطان بفرمان رسمي بيقول إن شرب القهوة مسموح ومش مخالف للدين. الناس حبته أكتر
وسموا القهوة قهوة تركي كنوع من أنواع حبهم للسلطان التركي. وانتشرت من هنا القهوة في كل مكان في مصر، بل وصلت للعالم العربي كله. متخيل كل الحوارات دي تحصل بسبب فنجان القهوة يا مؤمن؟ شاركني رأيك في الكومنتات وقولي ايه أكتر نوع قهوة انت بتحبه. ولو كنت على الفيسبوك اتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب اتأكد انك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.